بس احنا هذا بلدنا لازم ندافع عنه. يعني تعرف انت هذا العدو اللي جاي نقاتله عدو مجرم، يعني يقتل الصغير، يقتل كبير. فاحنا هذا الشيء يعني واحنا يعني هذا وطننا، وهذا الشيء يدفعنا على هذا حبنا لوطننا. والله الفكرة هي كان يعني من وصلت انا هذا الشيء يعني فكرت اخذ بثار الشهداء، يعني جماعتنا اصدقائنا استشهدوا قدامي، شهداء العراق استشهدوا يعني هواي قدامي بس ما يعني. والله هم كلهم عزيزين علي، يعني كلهم عزيزين علينا، اصدقائنا كلهم عزيزين، يعني ما كلنا نتاثر عليهم. انقهر على العوائل اللي تطلع والجهال اللي تطلع، سياره مفخخه فجرت على العوائل. هذا الموقف اذانا حيل، نساء وجهال، يعني موقف كله صعب. شفت انا قدامي جهال احترقوا وتأذوا وقطعوا، قمت ابكي عليهم، شفت الجهال تأذيت قمت ابكي. يعني ما تحملت حيل، خلانا يعني يزيد يعني غضبنا على داعش، لأن هو عدو مجرم. يعني هاي الأبرياء الناس اللي راحت والنساء والجهال. اكو ناس ترغب تروح على الجيش، تروح على الشرطة الاتحادية، أنا رغبت صارت بالجهاز. رغبت أروح للجهاز، دخلت دورة سلكشن، دورة كماندو، تخرجت، رحت انتسبت على فوج الأول. حاليا أنا صار فوج الأول يعني. نشأ محمد وسط عائلة عراقية أصيلة في مدينة البصرة، ومنذ الطفولة كان لدى محمد حس وطني عال ورغبة جارفة في الانضمام للقوات المسلحة. كان محمد يمارس في شبابه هواية صيد الطيور، وبداخله حلم كبير بخدمة الوطن والمشاركة في حمايته. طبعا أنا كل معركة يعني ندخل بها نحس بأن راحتنا احنا ميتين. يعني أول ما تطلع من بيتكم تلتحق ورايح أنت ملتحق للدوام، ويعني تلتحق للمعركة، تخلي هذا الشيء قدامك بأن أنت احتمال راح تنجرح هاي المعركة، احتمال راح تستشهد. فاحنا نخلي هذا الشيء قدامنا. الموت بالنسبة لي داخل المعركة هو يعني شهادة، أنا ما خسران، يعني حتى من أموت أنا شهيد، ما خسران شيء. في الساعة الأولى من يوم 6 من يوليو حزيران، وبعد شهور من القتال العنيف لمطاردة عناصر داعش الإرهابية خارج الموصل، واجه جنود القوات الخاصة بالفوج الأول في الصفوف الأولى من المعركة مقاومة عنيفة من العدو. وحرصا على سلامة المدنيين، اضطر الجيش العراقي لخوض حرب شوارع من بيت لبيت لإخلاء المناطق من العناصر الإرهابية. وزادت صعوبة هذه المهمة الخطيرة بسبب طبيعة الشوارع والأزقة الضيقة والمتداخلة في مدينة الموصل القديمة. بعد أن اشتدت المعارك في المدينة القديمة وانحصروا عصابات داعش على ضفة النهر، واحنا قامت عصابات داعش بالزج العشرات من الانتحاريين في سبيل أن توفر لها ممر في الخروج باتجاه تل عفر. أغلب الاتصالات احنا قدرنا أن نستولي عليها، نصادرها من عصابات داعش لأن هم انحصروا في منطقة ضيقة كلش. فكان اكو هنا مكان يعني هو بيه دواعش، مفارز متكونة 2. هاي المفارز يعني بالليل أول ما طبينا يعني هذا المكان، المفارز يعني تضرب علينا مسيل الدموع، تضرب علينا رمان، اشتباكات احنا وياهم. اجت هاي الفكرة بأن يعني نتسلل عليهم أو نقتل من عندهم، نشوف أماكنهم وين يعني متواجدين، نعطي إحداثيات لهم، الآمر فوج للضباط.
اللي طرحتها عليهم هذا قلت لهم والله نشوف له قبل هاي احنا كل بيت اللي نطب به نلقى به متفجرات ونلقى به انواع الاسلحه والاعتده، بالاضافه الى الزي القندهاري اللي موجود عندهم. هذا زي رسمي بالنسبه لكل جنود الخلافه عندهم. احنا تبرعنا نروح، تبرعنا انا واصدقائي اللي هو وياي علي ناظم. يعني صارت من تبرعنا احنا ما قبل، يعني خاف على سلامتنا وخاف علينا. فبعدين صارت مناقشه، يعني نقاش بينه وبين آمر سريه، فوافق آمر فوجد. أنا من أدخل بالمعركة ويا محمد ما أخلي ببالي خوف. يعني محمد شلون درع إنه كل إحنا كل الحظيرة صاير درع. فأنا من أتأكد من محمد من نطب بعملية ننجح، ويعرف يعني يعرف شنو داعش ويعرف شلون يقاتل. وعدة مرات يعني يحصرونا ببيت فهو ما يعوفنا ويانا منا لما يخلصنا، يقول لنا يا اما نموت سوا يا اما نعيش سوا، لا انا اطلع ولا انت تطلع. وكانت اكو مضافات الداعش، هاي المضافات اللي نتقدم عليها احنا نستولي على عتاد، عبوات، احزمه ناسفه، اسلحتهم، ملابسهم. فلبست انا الزي، جماعتهم لبسوا الزي، احنا تبرعنا. العمليه صارت بال4:30 الصبح. فلبست الزي، فجماعتي ما قبلوا، يعني قالوا احنا ما نخلي، يعني ما نقبل تروح بوحده، كم يعني يخافون على سلامتي وهاي، ما قبلوا. فاكو بيت كان قدام الكمين مالنا، عبرنا على هذا الكمين. انا واصدقائي قالوا احنا لازم نعبر وياك بهذا المكان. يعني شلون صاروا لي العين الثانيه مثلا، يعني يخافون على سلامتي وهاي. فقال انتم تبقون هنا تامنون لي وانا راح ادخل. قلنا له خل نروح وياك ما ادري شنو، ما قبل. قال لا انا بوحدي اروح، انتم امنوا لي هنا. فالمسافة عني 5 مترات، شفت 2 دواعش. قلت ما ارجع، يعني ميت. يعني جو الاهل ببالي، جو جهالي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فتحت الباب، فتح عليه كيف، طلع جسمي عادي. بس سألني واحد من عندهم قال أنت أبو منو؟ أنا لهجتي تختلف شوي عن لهجتهم، فرديت عليه بصوت خفيف لأن أنا كنت متلثم. قلت له أنا من الأخوة. قلت له حجي أنا من الأخوة، بس بصوت خفيف يعني. فضربتهم اثنيناتهم. بقينا مملين لمحمد ورا 5 دقائق هيك، صارت اصوات مال رمايه ومال حكي، فاحنا بقينا قلقين كلش على محمد. فظليت نفس المكان اللي انا بيه، ظليت يعني اباوع ارصد المكان تقريبا بال5 دقائق 7 دقائق انا واقف بهذا المكان. فنفس نفس الشريط اللي انا بيه كان بالبيت اللي بصفي شخص من عندهم مسلح، يعتبر شلون يعني كمين لهم، رصد يرصد يعني تحركاتنا. هو كان واقف بالباب ويباوع عليهم. ضربته وقع. اي فسمع الصوت يعني بالانقاض، تعرف اكو يعني ضربات مال طيران وانقاض تصير وهاي. فاسمع صوت واحد يمشي بس ما اشوف. فتهيأت له، قعدت انا قعدت بالركن، تهيأت بسلاحي، صار علي قريب. بعدين صاح ابو انس. فتهيأت له، قلت هذا يعني هاي المرحله يعني مرت فيها صعبه، حيل صعبه. قلت هذا يعني لو راح يقتلني لو اقتله، يعني قلت هاي اخر حياتي يمكن.
بوحده هو ضربته تقريبا 5 طلقات. قدمت عليه سحبته جبته يمي. كان عنده جهاز مال منادات وعنده حزام ناسف، لابس حزام ناسف. سحبته خليت الجهاز اللي هو جهاز عنده خليته عندي. قمت اسمع النداءات مالاتهم مال ينادون علي. نادى علي واحد تقريبا 10 مرات ما يرد علي. انا ما رديت على الجهاز نهائيا، بس اسمع يعني نداءاتهم شنو يعني وضعيتهم، منهارين. النداءات مالتهم قال لي طلع لي مفرزه شوف لي هذا وين راح. اي هو امير من داعش. طلع لي مفرزه شوف لي هذا وين راح، شوفوا لي المرتدين وين وصلوا. احنا يسمونا مرتدين، هم بدولتهم هاي يعني بان احنا كفار، هم عود يمشون على منهاج النبي وهاي، بس هم غلط. هم يعني هذا الشيء الاسلام بريء من عندهم. فاحنا يعني عندهم يعني احنا بدنا نقاتلهم بان عندهم دوله اسلاميه واحنا جاي نقاتلهم. فيسمونا مرتدين، يعني مرتدين يعني عن دين الله عيش يعني. بس هم المرتدين هذا الشيء، يعني هم يقتلون ويذبحون ويفجرون العوائل ويفجرون سيارات مفخخه على الناس الابرياء. فهم يعني الاسلام بريء من عندهم، هم ناس يعني كفار مجرمين. فتقدمت على هذا البيت اللي هو ببطانيه بالباب، الباب الرئيسي ماله. فشفت 2 دواعش يعبرون من عنده. ضربت عليهم وقعتهم، وواحد اللي هو ظل مصوب وبطنه لحنا طلقات وهاي وظل يصيح. بعدين جبت اسلحتهم وجبت اغراضهم، عبرت الخط اللي احنا نريد نتقدم له. وبالفعل تغير مسار معركة الموصل بفضل البطولات التي قام بها محمد قاسم وزملاؤه من طليعة جنود الفوج الأول، وتمكن الأبطال من إنقاذ العديد من الأرواح وتأمين تقدم قوات المشاة في منطقة كان من الصعب اختراقها. فرجعت جماعتي، فتحت اللثام مالي وجبت وياي، من رجع جبت الأسلحة مالتهم. فمن رجعوا الصراحة يعني فرحة لا توصف. قلت ما يرجعون، قلت يرجعون، قلت ما يرجعون. بعدين الله سهل عليهم الحمد لله وشكر، رجعوا محاضن اي اكيد حضنتهم بستهم قبلتهم. طلعت دمعت عليهم على الشجاعة اللي شايلينها، يعني ما احد يقدر يسويها هذه. يعني مو بس هم، حتى جنودهم اللي موجودين وياهم، اللي جماعتهم اللي موجودين بداخل السرية او الفصيل، يعني فرحة يعني لا توصف. ومو كل واحد يقدر يسوي هذا الموقف البطولي الشجاع. زادت من معنويات مقاتليهم الموجودين ومعاهم، اللي موجودين كانوا بالسرية أو الفوج، وحتى أثرت على معنويات داعش. دار تحرير الموصل من العراقية نيوز، حياكم الله. معركة الحسم شرفت على الانتهاء بعد أن انهار داعش في المدينة القديمة بشكل كامل. والله كآمر أو كأخ أو كصديق اكتشفت بأنه عندنا جنود أو مقاتلين أبطال بمعنى الكلمة. هي الصبح الصبح 4:30 كملت يعني هاي الشغلة، وقدمنا وشافوا جماعتي اللي دواعش اللي قاتلهم. هي الفكرة يعني أولاً هي مجازفة، يعني أنا جازفت بيها، بس المجازفة يعني نجحت. رجعت أنا يعني ما متعرض لأي شيء وانتصرت عليهم، لأن احنا سوينا هذا الشيء يعني عملية يعني نوعية، صارت عملية قوية. يعني من يقولوا لي أسد الموصل يعني حسسوني بأن أنا يعني بطل. هم أبطال وضافوا معارك هواي، هم شافوا أبطال والله.
بس يعني نصحون بهذا الشيء يعني أحس نفسي يعني فرحانين بي هم وهاي. وتقديرا لشجاعته اكتسب محمد لقب أسد الموصل، كما تمت ترقيته لرتبة ملازم، ولا يزال أسد الموصل يخدم وطنه في موقعه الجديد بجهاز مكافحة الإرهاب، وهو مستعد دائما لتنفيذ أي مهمة يكلف بها ببسالة وشجاعة وولاء لا حدود له للعراق.